اللي بغيت نقول للطلبه اليوم هو انه كي يعيشوا واحد المشكل. اشنو هذا المشكل؟ هو انه الطالب كياخذ الاجازه او كياخذ ماجستير او كياخذ حتى دكتوراه، لكن نكتفي وخاصه كنتكلم على طلبه ديال القانون ملي كياخذوا الاجازه او الماجستير. نبقى في هذا المستوى هذا كيفرح براسو عنده الشهاده، هو خدا الدبلوم ديالو وكيمشي يدوز مباراه تيقول لك انا دوزت مباراه وسقطت، ودوزت المباراه الثانيه وسقطت، ودوزت الملحقين القضائيين وسقطت، ودوزت رجال السلطه وسقطت، ودوزت المفوضين القضائيين وسقطت، ودوزت القضاء وسقط، دوزت ضباط الشرطه وسقطت، دوزت العمداء الشرطه وسقطت. كيفاش هادشي؟ وغالبا ما تيقتنع بانه ما نجحش حيت كاين داك المساله ديال، اسمحوا لي نقولها بالشعبيه ديالنا، ديال باك صاحبي او فلوس الرشوه. تيقول هادشي اللي كاين. وانا سبق لي وتكلمت في هذا الموضوع مع طلبه، قلت لا باس عاود نذكر وتنقول لهم بانه كاين باك صاحبي وكاين الرشوه، مازال عندنا الفساد في المباريات. لكن اللي خصكم تعرفوا هو انه بلاصه المعقول حتى هي كاينه، بلاصه الجد حتى هي كاينه، بلاصه المجتهدين حتى هي كاينه. لكن العيب ماشي فيكم كله، في الطلبه كنتكلم، العيب ماشي كله فيكم، العيب ايضا في المنظومه. فدابا نتوما مثلا كنتوجه للطلبه ديال القانون، ملي كنقراو كنشوفوا النظام كيفاش تنقراو والبرامج باش تنقراو بالسداسي او الاسدس. يعني المفروض السداسي هي 6 شهور، يعني غنبداو الدراسه في شتنبر وغادي نحبسوها في يناير. ها انتم شوفوا غير نظريا، اذا بدينا في شتنبر وسالينا في يناير، شتنبر اكتوبر دجنبر يناير، هي 4 شهور ماشي سداسي، هي كنسميوه سداسي، ان هي 4 شهور. لكن للاسف في الواقع ما كيقراوش الطلبه في شتنبر، كيبداو حتى لاكتوبر او نهايه شتنبر. اذا شنو بقى لنا غير اكتوبر، تعديت قبيله نوفمبر، اذا كيبقى لنا اكتوبر نوفمبر دجنبر. في بدايتنا كنوقفوا المحاضرات الدروس، اذا نقراو غير 3 شهور. في هاد 3 شهور تيمكن يكون فيها صدفه ديال عيد، صدفه ديال اضراب، او سبب من الاسباب، او غياب الاستاذ حصه مثلا، ولنفرض ان الاستاذ خصو يصدر هذيك الحصه ديالو. اذا كتبقى لي 3 شهور ناقص شي حاجه. 3 شهور ناقص شي حاجه هي كاع شحال هي بين 10 الحصص و12 الحصه. كيف يعقل اننا في 12 حصه غادي نقرر للطلبه ماده سميتها التنظيم القضائي؟ كيفاش نقرر الماده ديال القانون الجنائي الخاص في 3 شهور 12 حصه، كل حصه فيها 2 ساعات. لا يمكن، مستحيل تقري لهم ماده في 12 حصه، يعني 24 ساعه. المجموع ديال 12 حصه شحال هي؟ 12 ضربها في 2 هي 24 ساعه. 24 ساعه يستحيل، في حين ان هذه الماده خصها على الاقل 60 حتى 100 ساعه، من 60 حتى 90 ساعه نقريك هذه الماده. اذا قريت انت فيها 12 ساعه وكتوهم بانك قريتي هذه الماده، وقريتي المواد الاخرين، قريتي القانون الشغل او القانون الاجتماعي، قريتي القانون ديال المواد، القانون العام، قريتي القانون الخاص وخصيتي في القانون الخاص ومشيتي في القانون الخاص، او خصيتي في القانون العام ومشيتي في القانون العام، وخديتي الاجازه بهذه المعدلات اللي نتكلم عليها 12 حصه. اذا انت كتقول في بالك انا قريت الماده، ملي كتدخل دوز امتحان ديال القضاة، بغيتي تصبح قاضي، واش المباراه ديال القضاء غادي يرحموك؟ غيعطيوك موضوع ديال اللي قريتي في 12 حصه في 12 ساعه في 24 ساعه؟ راه القانون واسع. اني لا تحت لك في التنظيم القضائي غادي نعطيك شي موضوع يمكن ما شفتيش، ماشي يمكن، غالبا ما قريتيش، او على الاقل ترى قريتيه ما تعمقتيش فيه وما ضبطتيش مزيان وما فهمتيش مزيان. اذن
النتيجه انك كترسب في الامتحان. فلهذا تنقول لكم الا كانت المنظومه ديالنا هي هذه، هادشي اللي عطى الله الى حين امر اخر. انتم تشوفوا فوق ما كيجي شي وزير كيدير لنا برنامج ديالو. دابا غير هذه 3 سنين عشنا 3 ديال البرامج، في حين ان برنامج او منظومه التعليم كتبنى لواحد الجيل، كتبنى ل 30 عام ل 50 عام، ويمكن لنا نحينو يمكن لنا نجددو، وحنا غاديين وحنا تنقيمو. ماشي عام كيجي وزير كيعطيك برنامج، كيمشي داك الوزير كيجي الاخر تيقول لك هذاك الوزير كيخربق وكيجيب برنامج واحد اخر، وملي كيجي الوزير الثالث تيقول لك هذا اللي قبل مني ماشي داك الشيء اللي كنت باغي، وكيدير لك برنامج ديالو. ملي كيسالي هو ملي يدير داك البرنامج كتسالى الولايه ديالو، كيجيو انتخابات كيدخل لي وزير اخر، تيجي داك الوزير الاخر تيقول لك ماشي هذا هو البرنامج اللي حنا كنشوفوه في التعليم العالي. عندنا واحد المنظومه وعندنا واحد المنظور وواحد النظره وواحد ثاقبه وبرنامج واستراتيجيه وبعد النظر. ما كاين لا بعد النظر لا حتى شي حاجه، لان للاسف ملي كيتغير الوزير البرنامج يتغير، في حين ان البرنامج خصو يدار باش يكون راسخ وما كيدار حتى تنخموا فيه سنوات وسنوات وسنوات حتى تنشتغلوا فيه بوزارات وبمراكز ومؤسسات ومجتمع مدني وجامعات كل شيء تيشتغل وتنطريتو باش من بعد نجزو واحد المشروع اللي هو مهم اللي غيشتغل لنا على 20 30 عام. اذا غتقول لي واخا شنو الحل؟ دابا المنظومه التعليميه هي هذه، وانا بغيت ندوز المباراه ديالي وبغيت ننجح، شنو ندير؟ غادي نقول لك الله يرضي عليك ايها الطالب او ايها الطالبه، ملي تاخذ الاجازه وتكون باغي اجازه وملي تكون باغي دوز واحد المباراه اللي كيطلبوا فيها الاجازه، شد على راسك واحد العام في الدار وجبد الدروس ديالك والمواد ديالك كلها، ماشي داك الشيء اللي قريتي، تعدى داك الشيء اللي قريتي، تعمق في اكثر من داك الشيء اللي قريتي، حيت داك الشيء اللي قريتي كان محدود لان الوقت اللي معطي في المنظومه كلها محدود، وبالتالي ما كانش يمكن لك تعمق ولا توسع في المواضيع ديال ديك الماده. اذا شد على راسك واحد العام وجبد المواد اللي انت غادي تختبر فيهم. عندني التنظيم القضائي، اذا غادي ندير راسي 3 شهور وانا تنقرا في التنظيم القضائي. اول حاجه نبدا بها النصوص القانونيه اش كتقول في التنظيم القضائي، جيب القانون 1538، جيب القوانين القضاء القرب، جيب جميع القوانين اللي كتعلق بالتنظيم القضائي نحطها قدامي ونقراها هي الاولى، ونعاود نقراها قراءه ثانيه، ونقراها قراءه ثالثه بالتنقيط وبالملاحظات وبالمعلومات تنسجلهم وبلا داك القلم الغليظ اللي فيه الوان مختلفه، ونبدا نسطر وبدا نسطر ونكتب في الهامش ديال داك الكتاب اللي شريت ديال المدونه وديال القانون والنصوص القانونيه والمراسم، ونبدا نخطط ونردو مجرتل هذاك النص القانوني. وملي نسالي القراءه الثالثه نمشي للفقه، نمشي للمراجع للكتب، ونمشي للرسائل، ونمشي نتعمق في هذوك النقاط، او على الاقل النقاط اللي ممكن تكون عندي في الامتحان. انا وجدت هذه الماده ديال التنظيم القضائي، مازال لي القانون الجنائي والقانون المدني. غادي نمشي للقانون الجنائي، نحط مجموعه القانون الجنائي نفس العمليه، ونجيب الكتب ديال الفقه ونتوسع ونحفظ ونتعلم ونسجل افكار ونسجل جمل ونسجل عبارات ونسجل جميع الاشياء اللي كنشوفها مهمه نسجلها. ونقول انا الاجازه ديالي مازال ما خديتهاش، انا نجحت في السنه الثالثه خديت الاجازه، لكن انا غادي نضيف عام ونمشي للقانون، مجموعه القانون الجنائي نفس الشيء. ملي نقرا هذا الشيء كله ونتعمق في هذا الشيء كله ونتناقش مع ناس اللي سابقيني، ونمشي نتناقش مع محامون، ونمشي نتناقش مع قضاة، ونتناقش مع اساتذه جامعيين، ونقول لهم شنو هي المشاكل اللي كيطرح هذا الموضوع، شنو هي الاشكاليه اللي خصني نتطرق لها. ما تنظنش واش الا مشيتي عند شي محامي عنده القرحه ديال العلم والبحث وقلت له الله يكثر خيرك استاذ عندي واحد السؤال ليك، وعطيتي سؤال، ومشيتي عند استاذ جامعي وقلتي لي عندي واحد المشكل في واحد الموضوع، وعطيتيه سؤال او سؤالين، مشيتي عند واحد القاضي وقلتي له بغيت نتشاور معك في واحد المساله، وبديتي كتاخذ، اقسم لك يمينا وتشبعتي بالماده حتى غادي تدوز الامتحان وغادي تنجح ان شاء الله. بهادوك الرشوه ديالهم، بداك الفساد ديالهم، بداك باك صاحبي، بداك الكوطه اللي غادي نعطيو لهذا ولد هذا وهذا ولد، داك الشيء اللي حنا عارفينه كاين، لكن انت ما تتنازلش على بلاصتك.
وما ما يحبطكمش هادشي اللي كتشوفوا. بغيت نعطيكم ثقه تكون عندكم في نفسكم وفي الله. في الله ربي ملي كيشوفك كتخدم وكتجتهد وكتبحث والله لن يخذلك، لن يخذلك الله. إذن حاولوا تشبعوا بهذا الأمل وبهذا الإيمان وبهذا الثقة، ليس في المنظومة، في عملكم، في جهدكم، في جدكم، في سهركم الليالي في الكتب. وانا قلت لكم ارجعوا عند الناس اللي كيمارسوا القانون والاساتذه الجامعيين للقانون وخذوا منهم احسن ما عندهم. وملي تشوف مناظره سير حضر لها، ملي تشوف مؤتمر سير حضر له. حنا الحمد لله عندنا المناظرات، محاضرات، مؤتمرات، ندوات مجانيه، سير حضر لها. شوف مناقشه ديال رساله ديال الدكتوراه، سير حضر لها باش عمر راسك مزيان. وديك الساعه دوز لي الامتحان ديالك واجي طلع لي يقول لي دكتور معتوق داك الشيء سير قولو. كلام نظري عندك، كلام نظري، كلام كله كذب، الواقع شيء اخر. اتحداك دير هادشي اللي تنقول لك وتشبع، تشبع، تختر بالعلم. عام بغيتي دير عام ونص دير عام ونص، بغيتي دير عامين دير عامين بوحدك، المجهود ديالك خاص. هذا استثمار مهم، راه مستقبلك. واحد دوز لي المباراة وسير دوز المباراة وتشوف واش غادي تلقى شي مشكل ديك الساعات، وتكون عندك الطريقة ديال العمل، المنهجية، البيداغوجية، تعرف تطرح الإشكالية، تعرف تهضر على التاريخ ديال ذاك الموضوع، تعرف تقدم الملف ديالك، التصميم ديالك، الجزء الأول والجزء الثاني والقسم الأول والقسم الثاني والفقرة وانت غادي تلقى راسك كتمتع وانت كتكتب ذاك الموضوع. اي حشم هذاك اللي تيصح لك وما يعطيكش نقطه مزيانه. لكن للاسف راه حتى اللغه عندنا ضعيفه. لا هذاك اللي كيدير الفرنسيه قانون بالفرنسيه لغته ضعيفه جدا. اذن الا كانت عندك اللغه ضعيفه واللي عطى الله عطاه وتسجلتي في القانون بالفرنسيه واخديتي الاجازه ولكن لغتك مستوى اللغه ديالك ضعيف، قرا لي اللغه حتى هي، دخلها لي في ذاك العام ولا ذاك العام ونص ولا عامين. ماشي عيب تخدم عام او عامين بوحدك ونهار دوز المباراه تنجح. استثمار هذا. بحال اللي درتي 3 سنين في الكليه غادي ندير عامين خارج الكليه. هذا الشيء علاش نقول لكم؟ حيت للاسف ملي كنتي في السداسي كنتي كتضيع وقتك فقط في المواقع الاجتماعيه وفي المقاهي وشويه ديال القرايه، او ما كايناش القرايه وكتكتفي بما عندك في البرنامج. هذاك الشيء اللي عندك في البرنامج غير كافي، ضعيف جدا. وتتوهم بانك خديتي الاجازه وفرحان وفي التالي كتقول لي انا بطالي. بطالي ها السبب. فيا ريت لقى اسئله ديال الاشخاص اللي يقولوا لي هادشي اللي كتقوله استاذ راه صحيح، هادشي انا عشتو، انا تعلمت وبحثت وقريت وسقطت في الاول الثاني ولكن مشيت قاديت راسي واجتهدت والله الا نجحت. ولا يجي عندي شي واحد يقول لي احنا، يقول لي الاول والثاني والثالث هادشي، حيت دابا راه تيتوهم بانه راه عارف وراه جاوب مزيان، لكن راك ما تشبعتيش بالعلم في ذاك الماده اللي كنهضر لك عليها اللي كتوجدها اللي انت غتختبر فيها في المباراه. راه خصك تخمر وتختر في ذاك القرايه، وغادي تدخل وانت مرتاح وغادي تنجح وتحقق الحلم ديالك. حيت الحمد لله ولو هادشي اللي كتشوفوه هو سلبي، مازال عندنا البلاصه ديال المعقول. والله مازال البلاصه ديال المعقول، مازال بلاصتك. وكن من تريد لتحت ديال المجتمع، باك شكون ما بغى يكون، شكون ما بغى يكون ضعيف، يعني المرتبه ديالو ولا المنصب ديالو ما يهمكش. كيف تنقولوا ليس الفتى من يقول كان ابي، هذاك اللي كيتعنى باه. حتى انت تنقول لك ما تحبطش راسك لان الاب ديالك كيشتغل واحد العمل اللي هو يعني بسيط وانت كتضعفه. لا، انت هو الامل ديال باك والامل ديال امك. قول با كان تخدم داك الخدمه باش قراني وباش كبرني، وهذيك الخدمه اللي خدم شريفه، هو حارس عماره لكن شريفه، ما داش فلوس الحرام،
ما فسدش، ما سرقش، ما خداش رشوه، ما غش. وقراني وكبرني، قراني في التعليم العمومي، وانا غادي ندير مجهود اكثر وغادي ننجح وغادي با يتباهى بيا، هو حارس ديال العماره. وانا غادي نكون في البدايه ديالي نائب وكيل الملك، ويقولوا هذاك باه هو الحارس العماره، وهذاك نائب الوكيل الملك ولد حارس العماره، وانت تمشي تقول اي هذاك ولدي وكتفتخر به، وانت تفتخر بنفسك وتعرف راسك شنو حققتي بماذا؟ بالجد، بالعمل، وما تثقش في الشهاده اللي خديتي تقول راها كافيه، راه هذاك الشيء عطاك في الجامعه غير باش تنطق.